متابعينا في كل مكان. يمكن من الحوادث الغريبة على مجتمعنا واللي أثارت حفيظة أهالي منطقة المطرية ومصر عموما بعد إقدام سيدة على قطع العضو الذكري لجوزها بمنطقة المطرية بشرق القاهرة. وكان الأغرب أقوال الزوج والزوجة نفسهم على الواقع، واللي قال فيها الزوج ضحية زوجته بالمطرية في التحقيقات إن الزوجة حطت له منوم في القهوة وقامت ببتر عضو الذكري. وسط صدمة استيقظ عليها أهالي منطقة المطرية بالقاهرة في أغسطس من العام الماضي على صراخ بنت الضحية صاحب الواقعة المؤسفة بعدما شاهدت والدها غارقا في دمائه بعدما قطعت زوجته عضو الذكري وألقته في القمامة قبل أن ينجح الأطباء في إسعافه. وقال الزوج في نص التحقيقات في القضية اللي حملت رقم 15888 لسنة 22 جنايات المطرية والمقيدة برقم 3458 لسنة 22 كل شرق القاهرة، حيث كشفت أقوال الزوج المجني عليه في الحادث التفاصيل الكاملة في الواقع. وقال أسامة المجني عليه في التحقيقات انه تعرف على زوجته المتهمه في القضيه منذ اكثر من سنتين، وتقابل مع اسرتها وطلب منهم الزواج منها وتزوجها بالفعل عرفيا داخل شقه سكنيه في منطقه المطريه بالقاهره. قال اللي حصل انا اتعرفت على ساميه منذ حوالي 2.5 سنين وقابلت اخواتها وامها وطلب ايديها للجواز وهم وافقوا واتجوزوا بالفعل بس عرفي في شقه في المطريه. وقال المجني عليه في التحقيقات الشقة أنا اشتريتها تمليك وعملت عقد هبة لابني بالشقة، عشان كده كنت عايز أشتري شقة أوسع ليه ولعيالي قبل الواقعة بشوية. ابتديت أشك أكل فيه مرارة، ويوم الثلاث تقريبا عملت لي قهوة وشربنا ولقيت نفسي نمت وفقدت الوعي وصحيت. وقال الضحية في التحقيقات انه صحي من النوم فوجئ انه غرقان في دمه نتيجه بتر زوجته وعضوه الذكري، وفوجئ انها سرقت 2 هواتف محموله مملوكين ليه، واتهم زوجته في التحقيقات انها استولت على صالات امانه وشيك ومبلغ مالي. وقال صحيت تاني يوم لقيت نفسي سايح في دمي من تحت ومش قادر اتحرك خالص، وما لقيتش التليفون بتاعي وتليفون اب وتليفون نوكيا ومبلغ 18,500 وايصال امانه باسمها وشيك ب 30,000 جنيه بتاع الشغل على حد كلامه. وقال الزوج بعد كده لقيت عيالي جم البيت وشافوني كده وهي شافتهم اخذت بعضها ومشيت من البيت على طول وخدوني عيالي على المستشفى. وعلى ضوء التحقيقات حول الواقعة امرت جهات التحقيق باحاله المتهمه ساميه في القضيه لمحكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره ومعاقبتها بالتعدي على المجني عليه اسامه مع سبق الاصرار وبانها بيتت النيه وعقدت العزم على ضربه لوجود خلافات بينهما، وانها دست له عقارا منوما للمجني عليه بمشروب وما انغلل عليه النعاس. بترت عضو الذكري مستخدمه في ذلك سلاح ابيض. من جهه تانية بررت الزوجه فعلتها في التحقيقات وقالت عاشرني وانا نايمه وقمت ببتر عضو الذكري لزوجي والقيته في الزباله على حد كلامها. وكشفت التحقيقات مع الزوجه في واقع بتر عضو الذكري للزوج على يد زوجته في منطقه المطريه والتفاصيل الكامله للجريمه. بعدها عاقبت محكمة الجنايات المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات. وقالت الزوجة في نص التحقيقات في القضية حيث أقرت الزوجة واسمها سامية بأنها قطعت العضو الذكري لزوجها عرفيا المجني عليه أسامة عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سلاح أبيض وسكين والقائه في القمامة ثم إلقائه في الشارع. واقرت الزوجه في التحقيقات انها ضربته بس ما كانش قصدها تموته، والسكينه دي كانت موجوده في الشقه عموما. ما ينفعش اخد شقه باسمي واسامه كان معايا واخدت انا وهو شقه باسمه وانا اللي دفعت فلوسها. وقالت الزوجه المتهمه في التحقيقات كنا مش بننام مع بعض، وانا كنت بنام كل يوم لوحدي في الشقه في اوضه، وكنت باخد برشام منوم كل يوم عشان اعرف انام وهو بينام في اوضه تانية، وكل ما اصحى الصبح الاقي نفسي متبهدله وكأن حد كان معاشرني جنسيا. وكملت الزوجه المتهمه بقطع العضو الذكري لزوجها كلامها في التحقيقات. قالت في يوم كنت نايمه وبصحى لقيته مقلعني هدومي وهو كمان كان عريان خالص وكان بيمارس الجنس معايا وكانت حالته مش طبيعيه وزي ما يكون شارب حاجه. فانا قلت له بتعمل ايه؟ وبعد كده لقيت في سكينه على الترابيزه جنب السرير، رحت على طول جبت السكينه وقطعت العضو الذكري بتاعه والحته اللي قطعتها رميتها في الزباله ورميت الزباله في الشارع وسبت الشقه ومشيت. وامر جهات التحقيق باحاله المتهمه ساميه في القضيه الى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبتها بالتعدي على المجني عليه
أسامة مع سبق الإصرار والترصد أنها باتت النية وعقدت العزم لوجود خلافات التعدي على المجني عليه. أسامة مع سبق الإصرار وأنها باتت النية وعقدت العزم على ضرب لوجود خلافات بينهما ودست عقار منوم للمجني عليه بمشروب، وما أن غلب عليه النعاس حتى بترت عضو الذكر المستخدمة في ذلك سلاح أبيض. وبعدها عاقبتها محكمة الجنايات بالسجن مشدد 10 سنوات. يمكن من القضايا الغريبة اللي على مجتمعنا المصري والعربي، ويمكن من القضايا اللي بنسمع عنها في آخر 20 سنة تقريبا. شاركنا برأيك عن رد فعل الزوج والزوجة في معاشرة زوج لزوجته أثناء نومها، ورد فعل الزوجة الأغرب في بتر العضو الذكري للزوج في واقعة غريبة علينا وعلى مجتمعنا وعلى الوطن العربي كله. وبكده نكون وصلنا معاكم لآخر الفيديو. لو أول مرة تسمعوا عن الواقعة دي يا ريت تكتبونا في التعليقات، ولو أول مرة بتشرفونا أتمنى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. شكرا جدا ليكم على المتابعة. سلام عليكم.